ولكن الكرة إلى ركلة ركنية لمصلحة فريق شباب بلوزداد على يمين حارس المرمى الزنيتي. نشاهد ونتابع لأن الكرة موجودة خطيرة بالراس. الله! شباب بلوزداد يسجل الأول. الفريق الجزائري يضع البصمة الأولى في بطولة كأس الملك سلمان. يا سلام يا سلام، كرة بالراس ولا أحلى، كرة بالراس. مباراة حبس لاحظتك شوف دير لايك. انا مزوق دير لايك صافي دير نشوفك. لاحظتك خويا. نوفل هو الذي سيسدد. نوفل هو الذي سيسدد الكرة الآن. نشوف ونتابع. هنالك قندوز ونوفل. نوفل الزرهوني وقندوز، أو لا، يترك الكرة. سنشاهد في هذه الأوقات إما هدف للرجاء أو أن شباب بلوزداد سيستمر. يسري بوزوق، يسري يسجل 1-0 1-1 في المباراة بعد تقدم شباب بلوزداد بهدف مقابل لا شيء. يعدل النتيجة يسري. السلام قدم والحكم إلى ماذا أشار؟ ركلة جزاء لشباب بلوزداد، ركلة جزاء للفريق الجزائري بعد التقدم من الخطير المكير القصير إسلام بالخير. شوف الكرة الماضية، شوف اللقطة الماضية، الخطأ في التمرير، ثم بعد ذلك التدخل ومنع إسلام بالخير. كان بالفعل ركلة جزاء صحيحة، وإسلام بالخير يتسبب بوجود ركلة جزاء لصالح شباب بلوزداد الذي يقترب شيئا فشيئا من التقدم في النتيجة على الرجاء المغربي. نشوف ونتابع الآن، نشوف ونتابع الكرة الماضية. إذا مقدم هو الذي تسبب بالجزائية للفريق الجزائري. يتلقى الإنذار إسماعيل مقدم في الكرة الماضية. الكرت الأصفر لإسماعيل. إذا ركلة جزاء لشباب بلوزداد. خلونا نشوف الآن من هو الذي سيسدد الكرة من جانب الفريق الجزائري العريق. نشوف، يبدو لي ليونيل وامبا. يتركون الكرة ليونيل وامبا اللاعب الكاميروني صاحب 20 سنة كما ذكرنا في الشوط الأول. ليونيل وامبا يستعد الآن لتنفيذ الكرة لصالح شباب بلوزداد. المحاولة للفريق الجزائري، هل يتقدم في النتيجة شباب بلوزداد عند الدقيقة 69؟ ليونيل وامبا وكذلك أنس زنيتي في مرمى. هل يسجل ليونيل وامبا أم الزنيتي؟ وامبا أم الزنيتي؟ وامبا أم الزنيتي؟ وامبا يضيع الكرة.